انت تجيبوا لي انا جيل ومباشرة من عبر شركة حدث مسكات عندنا استنفار أمني كبير لعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة جنابات محطة ولاد زيان. خليكم معنا مشاهدينا متابعينا في هذا البث العاجل والمباشر كما تلاحظون على الصور في الصورة. الشمال يمشي وليس اللي يشوف الحاضر بعين استنفار كبير من مفارقة جنوب الصحراء. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا تأسيسات أمنية كبيرة كل هذا حتى الرشيد فقط تبدأ مع الإصابات. الكل كما قلنا حاضر مشاهدينا متابعينا أنتم كتلاحظوا معنا معنا في البث المباشر والعاجل كما قلنا مشاكل كبيرة اللي واقعة يعني في محطة ولاد زيان بسبب يعني مفارقة جنوب الصحراء. الآن يعني هو ديال محطة ولاد زيان عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة. خليكم معنا مشاهدينا متابعينا حنا مازال معكم في البث المباشر والعاجل كما كتلاحظوا معنا استنفار كبير لعناصر الأمن الوطني. خليكم معنا مشاهدينا متابعينا في هذا البث العاجل والمباشر كل حاضر. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا استنفار امني كبير بهذا المكان. كما كتلاحظوا معنا في الصوره مشاهدينا متابعينا عناصر الامن الوطني كيتواجدوا بشكل يعني مكثف جميع الجنبات ديال محطه ولاد زيان من اجل يعني الاخلاء ديال هذا المكان هذا من افارقه جنوب الصحراء. كما كتلاحظوا معنا يعني المكان مطوق عن اخره من طرف عناصر الامن الوطني وكذلك يعني القوات المساعده وكذلك السلطه المحليه حاضره كذلك القوه في هذا المكان. في هذا الاثناء كما قلنا مشاهدينا متابعينا استنفار كبير بزاف جنبات يعني ولاد زيان. الله يمكن معك في الوجه وراي هذه مجموعة دابا هما اللي كيخليهم دابا يديروا مشاكل ولا هذه مجموعة دابا بحال ما كتبقاو مجموعة ما كل شي كل يخلف على راسه كل كاع ما يبقاو المشاكل. جاوب هذا كاين الضوء كاين كلشي تيكريسي عاد شوفوا غيمشيو عاوتاني غيقولوا السلامة يا رب. هنا يعني قنينات الغاز يعني بالكثرة انفجار عدد كبير من القنينات الغاز وما زال
الوقايه المدنيه تكاتف المجهودات ديالها الجباره من اجل تخميد والسيطره على هذا الحريق اللي كتشاهدوا الان. هو في مكان يعني واحد الملعب ديال القرب اللي اتخذوه هاد الافارقه كمكان قار لهم. يعني كيف كتشوفوا معنا يعني تجنيد جميع الفئات الصغيره والكبيره من السلطات المحليه ومن رجال الدرك الملكي والقوات العموميه وقوات الاحتياط وقوات التدخل السريع، يعني من اجل الشغب ومن اجل الفعل الاجرامي. وها نحن نرى الفعل الاجرامي كذلك مباشره، يعني اشتعال النيران في قنينات غاز من اجل تخويف او خلق الرعب لهذا السلطات او لرجال المطافئ. ولكن الحمد لله الكل مجند هنا من اجل المقاومه، من اجل الوطن ومن اجل الامن والامان والاستقرار هنا بمحطه ولاد زيان بمدينه الدار البيضاء. اذا كان هذا امرا محسوما واخذت له السلطات المحليه جميع التدابير وجميع الاجراءات من اجل تامين المنطقه بكاملها وترحيل عدد كبير من الافارقه اللي كانوا واخذين هذا المكان كمقر لهم كيف كتشوفوا معنا. حدث